وأن تصبروا خير لكم. طيب بص يا صديقي، اللي هيحصل دلوقتي كده كالاتي: انا عملتها بس لاندسكيب عشان تبقى انت شايف. اول حاجه انا هدخل الصوره بتاعتي عادي جدا، اظبط مثلا السكيل وليكن مثلا 40. تمام. بعد ما خلصت كل الكلام ده هبتدي دلوقتي كده ان انا اعمل اللي انا قلت لك عليه. انا قلت لك ان احنا عايزين نعمل ماسك على سوليد لاير، وبعدين اربط السوليد لاير مع الماسك اللي انا عملته. هي دي طريقه، ولكن هي ايه، سهله ان شاء الله. بص، اول حاجه انت عشان تعمل التأثير ده هتبدأ انك تدخل وتعمل الماسك. بس قبل ما تعمل ماسك لازم تكون عامل السوليد لاير. هتيجي على نيو وتعمل سوليد، اي لاير اي لون مش هتفرق معايا، وبعدين تخفيها. هتضغط على الزرار اللي هو بيخفي اللي هو ده. تمام. وانس ان انا عملت لها اخفاء ابتدي ان انا اخد ماسك على السوليد. ركز بقى دلوقتي كده. فعشان اخد ماسك على السوليد لازم اكون لامس السوليد لاير بتاعتي اهو، وادخل على البين تول وابتدي ان انا ارسم في المكان اللي انا عايز اعمله. طيب علشان انا ارسم لازم ان انا ارسم على الفول زي ما احنا متعودين. اقرب ارسم مثلا دلوقتي كده الايه، الشيب بتاعي اللي انا عايز اعمل عليه الايفكت اللي هو بتاع السيبر مثلا، اهو بالشكل ده. وانس ان انا رسمت، تمام، هضغط بس ضغطه كده هلاقي دلوقتي كده ان الماسك اتعمل من السوليد لاير. خلاص خلصت الجزئيه دي. هبتدي بعد كده اعمل بقى على اللاير اللي انا عملت لها الماسك دي. تمام. ابتدي ان انا اعمل السيبر بتاعي بالشكل ده. تمام. وبعد كده ادخل على الكستمايز ديكور، وهنخليها دلوقتي كده لاير ماسك. وبعدين هتدخل على الريندر سيتنج وهنخليها ترانسبيرنت بالشكل ده. لو انا فتحت الاقي دلوقتي كده الايفكت معايا اتعمل. تمام. هنختار مثلا دلوقتي كده وليكن الشكل ده. اي بقى شكل يعجبك انت، ايه، اقعد دعبس بقى واختار براحتك، ما عنديش اي مشكله. تمام. طيب وخلينا مثلا نختار الكتريك عشان تبقى الدنيا واضحه مثلا قدامك اهو. تمام. انا اخترت دي. بعد كده بقى عايز اعمل لها ايفكت. هعمل مثلا دلوقتي كده على الستارت اوفست او الاند اوفست على حسب انت عايز تعمل ايه، وطبعا كله بيبقى على الايه، اللاير بتاعه السوليد. وهضغط على حرف اليو وهتحرك مثلا قدام واضغط على اليو. تمام. وبعد كده اضغط على الكي فريم الاولاني والثاني وابتدي ان انا اظبط الحركه بتاعتي ايه، ما يكون مثلا ان انا هخليها تتحرك من كده لكده. وبعد كده اعمل اف 9 ايزي ايز. تمام. او ابتدى ان هو يتحرك معايا. طبعا وانا بعمل ريندر اخليها كوارتر عشان ايه، تحمل اسرع والموضوع ينجز معايا. طيب انا دلوقتي كده تمام. طب لو انا عايز بقى احرك السنه دي، طيب انت عشان تعمل الموضوع ده هترجع برضو مره تانية للفول وتيجي على اللاير، تمام، اللي انت المفروض عايز تحرك عندها السنه. تمام. وهتروح جاي عامل فيها هي بقى الماسك نفسها اللي هي اللاير دي. تمام. اللاير اللي هي بتاعت الايه، الصوره اللي احنا حطيناها، مش على السوليد لاير. تمام بالشكل ده اهو. ابتدي ان انا اخد الايه، اللاير بتاعتي بعد ما عملت لها الماسك هتختفي بالشكل ده. هضغط على اللاير واعمل دوبليكيت كنترول دي. تمام. وادخل على اللاير اللي هي اللي تحت. تمام. والغي الماسك بتاعي بالشكل ده. وبعد كده هروح جاي رابط السوليد لاير، تمام، مع الايه، السنه اللي انا هعمل عليها الايفكت بالشكل ده. فلو انا جيت بصيت، تمام، هلاقي دلوقتي الشكل بيحصل معايا بالشكل ده. طب ما هو ده نفس اللي فات. لا، لو انت جيت دلوقتي كده حركت مثلا السنه دي، بص، هتلاقي ان السنه بتتحرك مع الايفكت بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام. بس يا رب ان شاء الله باذن الله الدنيا تكون وضحت معاك. بالتوفيق ليك يا صديقي. تمام. بالتوفيق ليك يا صديقي. ويعني اتمنى ان شاء الله باذن الله يكون الموضوع كان سهل ولذيذ. اهي السنه معاك اهي. تمام. طبعا انت لما تيجي تحرك هتحرك الايه، الجزء اللي هو مربوط فيه. تمام. وطبعا انت تتفرج على جزئيه البيرنت، الموضوع هيفرق معاك علشان تربط الجزئيه دي. فبس كده. سلام.